بيلعب لكرة في مكان عرضية. مستحيل مستحيل، أسوأ سيناريو يمكن بأن تبدأ به هذه المباراة. قذيفة من رافينها من زاوية ضيقة لكنها دخلت، لكنها وصلت. الهلال يتأخر. حدث ما كان يتمناه هذا المدرب الكوري، والعالم الكوري والفرحة الكورية تبدأ في شوط المباراة الأول. شوفوا اللقطة الماضية كنا نتكلم بأن كراتهم فيها خطورة فيها سرعة. شوف رافينها من زاوية ضيقة قوية جدا. الكرة الماضية تتجاوز حارس المرمى. هدف أول للفريق الكوري أولسان الهلالية. وبعد ذلك يبدأ كرات مرتدة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. هدفين بمثابة الصدمة يا رافينها بالقدم اليسرى. الفريق الكوري يصعب من مهمة الهلال ويزيد من معاناتهم. رافينها بأخطاء دفاعية في التمركز بكرات مرتدة. انظروا إلى الصدمة، انظروا إلى اللاعبين لا يصدقون الموقف، لا يصدقون ماذا يجري، ماذا يحدث في دقائق في شوط المباراة الأول. شوف الكرة الماضية يستلمها على راحته بمشيها. رافينها بدون أي مراقبة بدون أي مضايقة يضع الكرة بكل سهولة. فين مقابل لا شيء. مارانهو بيعدي بالحل الفردي. مهارة عرضية عالية رأسية. أنهاها. حلم لا ينتهي وعام آخر يودع فيه الهلال البطولة. ثلاثية قاسية هنا في الرياض بكرة مرتدة بأخطاء متكررة، بدفاع يقدم أخطاء ساذجة، بتدخل متأخر من مدرب في هذه المباراة. المهاجم صاحب الطول صاحب القامة الطويلة رقم 9 ووكيم يضع الهدف الثالث ويقضي على كل الآمال. انظروا إلى مارانهو كيف يمر من 3 لاعبين. انظروا إلى التمركز وحيدا بدون رقابة. لا الظهير مراقبة ولا المساك معاه. شوف الكرة العرضية خطيرة، الكرة ثابتة عرضية رأسية. رباعية كبيرة على الهلال، كبيرة على الكبير. رباعية ينهون بها كل شيء ويصلون بها إلى دور الأربعة ويعلنون عن فريق صعب جدا قوي جدا يأمل بأن يستمر بآمال كوريا وشرق آسيا. 4 أهداف في مرمى الهلال تسجل بواقع هدفين في كل شوط. شوف الكرات الثابتة. الأخطاء الساذجة تستمر، الأخطاء البدائية تستمر، لا وجود للرقابة. من يسجل ليس طويل